اللي في الصورة دي أقذر شخصية ممكن تسمع عنها في حياتك. بعد ما ربنا استرها معاها اتجهت لأقذر فعل مخل بالأخلاق، وهي الدعارة. لا وكمان علمت ولادها. أهلا بيكم، أنا الكاشف، وده برنامج عبرة في حكاية. في سنة 1975 بمحافظة القليوبية، وتحديدا في حي شبرا الخيمة، كانت ساكنة بنت عندها 18 سنة اسمها منال. منال كانت عايشة في شقة صغيرة هي واخواتها البنات، وبعد ما أبوهم وأمهم ماتوا في حادثة حياتهم اتقلبت 180 درجة. ومن بعد الحادثة الدنيا اسودت في وشهم، ومنال بما انها هي الكبيرة نزلت تدور على شغل. اشتغلت هنا وهناك، لكن المرتب دايما ما كانش بيكفي مصاريفها، لا اكل ولا شرب ولا تعليم. ولما الديون كترت عليهم حالتها النفسية ساءت. لقت نفسها في يوم ماشية تدور على لقمة العيش، لقت محل ملابس رجالي طالب بنات، وطبعا بطبيعة العمل المرتبات بتبقى ضعيفة. دخلت وسألت عن الشغل، وفعلا لقت المرتب ضعيف جدا. فخرجت من المحل وهي عمالة تفكر هتعمل ايه، عليها التزامات وديون، لحد ما خرج وراها صاحب المحل وقال لها عندي ليكي شغل في مطعم بمرتب عالي. ومن غير ما تسأل ولا تفكر وافقت. اخدت العنوان، لكن المفاجأة لما راحت تاني يوم لقت نفسها في مالها ليل، وشغلتها انها ترافق الزباين من بالليل لحد الفجر. في الاول رفضت، بس لما لقت الفلوس قدامها وافقت، وبالفعل بدأت تشتغل، وبدأت الفلوس تجري في ايديها. ومع الوقت كفت التزاماتها وسددت كل الديون اللي عليها. ومع مرور الوقت منال بقت نجمة المكان. وفي يوم ست اسمها مدام ليلى وقفتها وقالت لها انا عاوز اتكلم معاك واعرض عليكي شغل تاني هتكسبي منه اضعاف من اللي بتكسبيه هنا اهو. منال طبعا وافقت من غير تفكير، وسابت النايت كلاب ودخلت عالم اقذر من اللي هي كانت فيه، وهي الدعارة في شقة خاصة. الناس بقت تطلبها من بره مصر. وفي ليلة الشرطة اقتحمت الشقة وهي جوه الأوضة، واتقبض عليها متلبسة، واتحكم عليها بسنة سجن. وفترة السجن محدش كان بيسأل عليها من أهلها. وبعد ما قضت فترة العقوبة خرجت من السجن، ما لقيتش لا بيت ولا اخوات ولا سند. عاشت في بيت أهلها القديم مستخبية من نظرات الناس، وبدأت تبيع جزء من عفش البيت عشان تعرف تعيش. وبعد شوية سابت بيت أهلها وأجرت أوضة فوق سطوح، واشتغلت عاملة مطبخ في مطعم في حي شعبي. وفي نفس العمارة اللي ساكنة فيها كان في راجل طيب اسمه عم فتحي، وعنده 40 سنة وعنده محل قماش، وكان متجوز وانفصل لأنه ما بيحبش المشاكل. في يوم شاف منال وهي بتساعد العمال في طلوع ونزول العفش بتاعها، قعد يراقبها لحد ما اطمن لها اللي هي في حالها، وانها من بيتها لشغلها ومن شغلها لبيتها. اتعرف عليها واعجب بيها وطلب ايديها للجواز. ووافقت منال على طلب الجواز، بس منال كانت عاوزة تحكي له عن ماضيها. لكن عم فتحي قال لها انا ما يهمنيش اللي فات، انا يهمني اللي جاي. وفي اقل من شهر جهز فتحي البيت واتجوزه. وبعد فترة جواز في استقرار وامان، خلفوا ولدين، الكبير اسمه حسام والصغير اسمه محمد. علموهم احسن تعليم واشتغلوا في شركات كبيرة، لكن الولاد بدأوا يتأخروا بره البيت. ولما عم فتحي اعترض منال كانت بدافع عنه، وقالت له كبروا بقوا رجاله ويخرجوا زي ما هم عايزين. وهم اتطاولوا عليه، ومنال كانت بدافع عنهم وبتزعق، راح مطلقها وطردهم هما التلاتة. ومن اللحظة دي تبدأ الحكاية اللي ليها العجب. راحوا عاشوا في شقة حسام اللي عم فتحي اشتراها له، لكن الشقة ما كانتش مجهزة، والمصاريف كانت كتير والفلوس مش مكفية. فقرروا حسام ومحمد ان هما يروحوا لابوهم علشان يتصالحوا، لكن ابوهم رفض الصلح، ومنال برضو كانت رافضة الصالح. ومع ضيق الحال منال جالها تفكير شيطاني، بدل ما ولادي يصرفوا فلوسهم بره في السهر يجيبوا اصحابهم هنا، واللي بيدفعوه بره يدفعوه لي هنا. وفعلا بدأت الحكاية بكام سهرة بريئة عادي، ومنال قالت لعيالها ان هم يجيبوا بنت عشان تخدم عليهم. وفعلا حسام جاب بنت عشان تخدم عليهم، وكانت جميلة جدا. وفي يوم واحد من اصحابهم دخل ورا البنت المطبخ علشان يتحرش بيها، والمصيبة ان البنت استجابت. فحسام طبعا كان رايح يتخانق معاه، فمنال قالت له سيبه، كل حاجة وليها تمن. ومن هنا بقت الدعارة هي النشاط الرسمي للشقة. وحسام ومحمد بقى يجيبوا بنات تانية، وجمالهم كان ملفت، فلوسهم كترت، ومنال بقت مشغولة معظم الوقت. قرروا يتوسعوا واشتروا شقة مخصوص للدعارة، وبقوا متمرسين في الشغلانة، وبقى يجيلهم ناس كتير، والفلوس بقت زي الرز معاهم. وفي يوم دخل عندهم شاب اسمه أمجد، طلب يقعد شوية وهيدفع أكتر، وإنه مش عايز يدخل أي أوضة مع أي بنت، هو كل اللي محتاجه إنه يسهر وينبسط معاهم شوية مش أكتر. وبعد ما خلص سهرته دفع كمان أكتر من اللي كان متفق عليه. وفي تاني يوم رجع، وتحديدا الساعة 10 بالليل يوم 20 أكتوبر 2015. لكن قبل ما يدخل الأوضة مع البنت الباب اتكسر والشرطة دخلت، وكلهم اتقبض عليهم في حالة تلبس. والصدمة إن أمجد طلع ضابط شرطة ومتزرع وسطيهم، ومسجل كل حاجة بالصوت والصورة، طبعا بعد إذن النيابة. النيابة حققت والأدلة كانت قوية جدا،
12 موبايل وفلوس بعملات مختلفة وتسجيلات كاملة بالصوت والصورة. وطبعا منال وأولادها أنكروا الاتهامات قدام النيابة، طبعا بمواجهة المتهمين بكل الأدلة والتحريات والضغط عليهم. في النهاية منال اعترفت إنها كانت بتدير وكر الدعارة، وأولادها كمان اعترفوا إنهم كانوا بيساعدوا أمهم في إدارة الشبكة. وكان في 2 رجالة، واحد مصري والتاني عربي سري. وبمقارنة الاعترافات مع منال وأولادها والبنات اللي كانوا في الشقة وال2 رجالة، اتحكم عليهم. منال خدت 3 سنين سجن، وحسام ومحمد خدوا سنة سجن، والبنتين اللي كانوا موجودين خدوا 6 شهور حبس. وال2 الرجالة أفرج عنهم من سرايا النيابة. وما تسألنيش ازاي هم أفرج عنهم من سرايا النيابة. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. منال فعلا ضحية ولا شيطانة بوش إنسان؟ وليه ال2 رجالة خدوا إفراج من سرايا النيابة؟ العبرة من الحكاية ديت، الحرام عمره ما كان طريق حتى لو جاب فلوس كتير، وإن نهايته دايما خزي وعار وندم. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية من برنامج عبرة في حكاية. سلام عليكم.